قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة تدشن المرحلة الثانية من العام التدريبي والعملياتي والإعداد المعنوي للعام 2012. التفاصيل في التقرير الآتي. قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة تدشن المرحلة الثانية من العام التدريبي والعملياتي والإعداد المعنوي للعام 2012 بعد انقضاء المرحلة الأولى المليئة بالعديد من التطورات والانتصارات. قائد الحرس الجمهوري قائد القوات الخاصة العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح نقل في كلمته تحيات وتهاني المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى منتسبي الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، مشيدا بالنجاحات الكبيرة والملموسة التي حققها المقاتلون الأبطال من منتسبي الحرس الجمهوري والقوات الخاصة في تنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم في النصف الأول من العام التدريبي، مؤكدا أن ذلك كان بجهود جبارة بذلت من الضباط والصف وكل المقاتلين الذين بذلوا جهودا جبارة للوصول إلى هذا المستوى التدريبي العالي. وأشار إلى أن تدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي والعملياتي يأتي بعد التطورات والانتصارات التي حققتها المؤسسة الدفاعية والأمنية واللجان الشعبية ضد العناصر الإرهابية وتطهير محافظتي أبين وشبوة من أوكارهم وتأمينها من مخاطرهم المستقبلية. العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح لفت إلى أن ما قام به منتصبو الحرس الجمهوري والكتائب الخاصة من أدوار حاسمة وفاعلة في تطهير محافظتي أبين وشبوة من فرول الإرهاب وتأمين أنبوب النفط والغاز في بلحاف ومارب عزز الثقة لدى القيادة السياسية والعسكرية بالقدرات والمهام القتالية والروح المعنوية العالية لمنتسبي الحرس والقوات الخاصة. وأكد أن منتسبي قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة سيظلون كما عهدهم الوطن وقيادته السياسية والعسكرية أوفياء بالقسم العسكري الذي يقسموه على أنفسهم، وسيكونون جنودا أوفياء وحراسا أمناء لمكاسب الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر والوحدة المباركة، وفي الطليعة لتقديم أرواحهم رخيصة في سبيل صون أمن الوطن واستقراره ومقدراته الاقتصادية ومنشآته الحيوية. مديرية التدريب والمنشآت التعليمية في الحرس الجمهوري العميد الركن أحمد مانع أكد أن النصف الثاني سيشهد الكثير من المهام والواجبات، ما يحتم على الجميع العمل بروح الفريق الواحد كل في إطار عمله لتنفيذ كافة المهام التي تسند إليه. واستعرض في كلمته أهم الأعمال والمهام التي تم تنفيذها في وحدات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة خلال المرحلة الأولى من العام التدريبي والعملياتي الأول 2012. منتسبو الحرس الجمهوري والقوات الخاصة أكدوا في كلمتهم الوفاء المطلق للقيم والأهداف والمثل التي ضحى من أجلها شهداء الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر، وأنهم سيظلون حراسا أمناء وحماة بواسل لوحدة الوطن ومنجزاتها الوطنية والتنموية الكبيرة. ضبطت أجهزة